انه يعتذر الكلام خطير اللي قال. ويلومه امام الله عز وجل. شنو قال هذا الكلام قال حنا الخطير؟ ملحدين وحارب الاسلام كذا. وتكلم عليك انت، واش انت قالوا الشيخ ملحد؟ الفيزازي عندي كورونا. بلاتي واش انت ملحد؟ لا هو تكلم على الناس لا بلاتي لا تكلم لا على لا, الناس لا اللي كتحمل الخطاب هو بيدو امازيغي. شو ما تلعبش معايا في اللعبه. واش انت ملحد؟ لا والله الا غنسولو. بلاتي الشيخ راه هو يقدر يدافع لا على راسه. انا واش الشيخ زعما كنسولك بلاتي قبل ما نهبطك، قول لي واش انت ملحد؟ ولكن نهضر على جماعه، نهضر علينا مجموعي نظر. الله يرضي صوما مره لا تكلم على المجموعه اللي ما يخصها الامر. واش انت ملحد؟ ولا زراي وانا احمل هذه الافكار ديال سميتو. انا كنسولك واش انت ملحد؟ ابدا. ايوا صافي علي راه بيان النهار تيقتلكم 5 مليون الملحدين. واش الشيخ راجل مع كل شيء. لا المهم حنا الناس طرح الامازيغ. ايوا نتمنى شكرا. مع السلامه سي موحى. ان شاء الله. مازال خصني نهضر مع الشيخ مره اخرى ان شاء الله. مازال ما عنديش مره اخرى ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم الشيخ. انا راه حليت والله العظيم من اجلك، يعني حليت واحد نص ساعه هيدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياتي. راه منها اختلف. فانت الان رديتي على هذا الاخ اللي كان كيهضر معك دابا، فاحسنتي الرد. هذا هو الجواب. يطلع معايا واحد ويبدا يسخر من قطع يد السارق، كأن قطع يد السارق شريعة الوهابيين أو شريعة البوتشيشيين أو شريعة هذه شريعة الله. هذا القرآن. تسخر من القرآن ثم تأنف أن أصفك بالإلحاد. ملحد 60 ملحد كما اللي قال المصريين. يا خونا الفيزازي، دابا المشكلة إذا سمحتوا لي، هذوك الناس كيبغيو يديوك المساحه اللي بغاو هما. لا شوف اختي زهره، اولا خصني نعمل معك نحط بعض النقط على الحروف. اولا انا حتى واحد لم يستدرجني احد، بكل صراحه لم يستدرجني احد الى تلك المنصه. اثنين أنا لا أعرف كولومبو إطلاقا واتفاقا، ولا أعرف عنه أي شيء. وهو راس الحربة الشيخ الفيزازي. أتفق مع الناس. إذا افتضح أمره معي فسألقنه ما يستحق. يكون كولومبو ولا يكون جيمس بوند ولا دوبل 07، يكون اللي بغى يكون. هذه واحدة. اثنين، ثالثا إذا لم يستدرجني أحد ولم يتصل بأحد ونهائيا. ثالثا الأخ الركاب بالعكس تناول الكلمة ولقنهم درسا يعني لن ينسوه أبدا. رد على ذلك التافه وقال ما كان يجب علي أن أقول، لكن أنا بالنسبة لي عندي منهجية واضحة. منهجيتي اكتسبتها بالخبرة، محاولة الظلمة ومحاربة الذين الملاحدة. يا للزرناء، أنا أحاورهم وأناظرهم منذ 1976. تصوري باقي انت ما خلقتي، ربما الوالدة ديالك باقي ما خلقت. فعندي عندكم معلومات الشيخ، عندكم معلومات. راكمت من التجارب ومن حراميات، من أساليب الخداع والمراوغة ما راكمته، بحيث يصعب عليهم، يستحيل عليهم هضمي بمكر أو بما شابه. نكون مطمئنين تماما. النقطة الأخرى وهذا من غبائهم، وأنني يعني رديت على ذاك التافه، رددت عليه بما يسوءه وبما يفضح مؤامرته ومكرهما. ثم بعد ذلك بمجرد ما أنهيت الكلمة رأيت الوجه القبيح قد صعد إلى المنصة.
فقلت أنا لا أجالس الزنادقة. وثم ولكن انصرفت السؤال اللي كنطرحوه من شيخ فكرة. فيزازي، السؤال اللي كنطرحوه اذا سمحتيني، هو كان عارف اللعبه وما فيها، لماذا لم يعني لم ينبهك؟ يعني اللعبه اللي هو كان عارفها. لا شوف اختي زهره، ما كان بيني وبينه اي تنسيق نعم نهائيا نعم ولا انا عارفه ليس هناك تنسيق، انا اعلم ذلك جيدا ولن تسمح بذلك، لكن ثم اللعبه هناك دروكا مسألة. راهي باينه شيخ فيزازي، راهي باينه. لا شوف يعني هو روكان اذا انت ما نزلتيش ما كانش ينزل، اذا نظرتي لهذاك الانجاري كان هذا هو مراده، نكونوا على واقعيين. ذكر الانجاري، سمعت واحد مستعد يتطوع ب 500 اورو، وي اليوم موحى 500 اورو. وارجو ان يبقى في كلمته وياخذ من الان الاسم الكامل: محمد افيك دو زام ELFAZAZI، الفازازي، هذا هو الاسم الحقيقي في الوأم. ELFAZ، وبطاقة الوطنية تي 8030، تي دو طونجي 8030. الله يسهل فيكم باش نسجل الوليدات في المدرسة، راه قريب يدخل. واسمع موحى، اين ذهبت يا موحى؟ شوف خلاص انا قلت له كاش، هو فكاش. لا كاش بلوس ما فيهاش قبل اي شيء. كاينه كاش بلوس، عنده كاش بلوس. كاش بلوس و5000 درهم للساعة، ويجيبوا اللي بغاو. وسمعوا عباد الله، الله يرحم الوالدين، 5000 درهم الساعه وجيبوا اللي بغيتو. والله يرضى عليكم، راه كتهضروا مع الشيخ فيزازي. واش غادي يكون يا اختي زهره، عندي 120 دقيقه، ساعتان كاملتان مناظره على قناه الجزيره مع الدكتور بدر الدين حسون، مفتي الجمهوريه السوريه. الله ماشي اكبر. ماشي أي واحد. وقد قال الدكتور فيصل القاسم الذي هو صاحب البرنامج الاتجاه المعاكس، وذكر بأن الفزازي فعل هكذا بالتعبير الحرفي، فعل بمفتي سوريا الأفاعيل. ونظرت في ساعتين الدكتور عبد الحسين شعبان، الخبير في حقوق الإنسان المعارض العراقي الذي يقطن في لندن، ناظرته في ساعتين. وذكر الدكتور فيصل القاسم أن الفزازي لاعب فيه مش الفوتبول فقط، بل كل الفنون، كل الرياضات. جيد. وناظرت الدكتورة فاطمة نعود، أكبر الصحفيات في القطر المصري، وصنديدة للغاية، وتكرفست على الكثير من الشيوخ ومن العلماء. ناظرتها في ساعة و32 دقيقة على الجزيرة مباشر. وناظرت آخرين هنا وهناك وهنالك. فأنا رجل مناظرات ورجل تحديات، لكن أعلم أن هناك بعض الأوباش أو بعض التافهين يريدون أن يركبوا على اسمي من أجل حتى ولو مرغت الأنف ديالهم في الطواليط، أعزكم الله، معليش. المهم أنني ناظرت الشيخ الفزازي، فيريد أن يكتسب بعض الأصوات أو بعض الجمهور أو بعض اللمعان بأي شكل من الأشكال، لذلك هؤلاء يعني إذا نطق تافه هنا وهناك بأن الفزازي الفزازي لا يفر من عمالقة الفكر في العالم، يفر منكم أنتم بأي منطق وبأي. طيب تريدون مناظرتي؟ كاش، فلوس، وأنا لا أريد البحث عن المشاهدات. أنا عندي 2 ديال البثوث بالمباشر على قناة شوف تيفي، وكنفوت 300,000 متابع على المباشر، كنفوت أتجاوز 300,000. ماشي هذا اللي غادي يجي وإلا بغى يناظرني هذا الانجاري على قناه شوف تيفي اللي عندها 18 مليون منخرط، انا نديه، ولكن 10 المليون. 10 المليون، هادشي اللي اتفقنا عليه